هي الحاجات اللي بتخلي الراجل ان يهتم بيهم وما يهملهمش، سواء بقى كنت مخطوبة او متجوزة. بس اللي بيخلي الراجل يتغير اهتماماته واولوياته بتتغير. حاجة مهمة جدا بقى انك تعمليها وهي التواصل معاه، والكلمة دي انا دايما بقولها. الراجل ما بيهتمش بحد الا لما بيكون في تواصل معاه. اهتمامك بمظهره، يعني تلفتي نظره بقى لهيئته وشكله. ممكن انت تكوني شايفه الامور دي بسيطه او تافهه، بس لما تهتمي بقى بالحاجات الصغيره دي اكيد هتكون كويس. حاجه كمان، طريقتك في الكلام شكلها عامل ازاي. الراجل عموما بيحب الهدوء، وخدي بالك كمان ان معظم الرجاله كلامها بيكون واضح وصريح، انما انت بقى ممكن تعاني لو مش فاهمه الراجل ده. الراجل بيحب اللي تتكلم معاه بوضوح وذكاء، وطبعا بدون ما تتجاوزي حدود الاحترام والادب. لازم كمان تكوني شبهه في بعض الامور، زي مثلا اهتماماته وهواياته. في النهايه بقى التنفيذ هي واحده من اهم المفاتيح المهمه في الاهتمام ما بين الاتنين. اعملي الحاجات اللي قلتها لك دي، هتلاحظي بقى ان الحب اللي ما بينكم هيعمر. ومهم جدا